مد الأمان على الضعيف وانشر ظلالك رحمة للناس دانية القطوف. تهدي العقول بدعوة دين الحنيف، تحمي حماك طلائع الإيمان تستبق الصفوف، والحق تحميه السيوف، والخلد تحت ظلالها يوم البطولة والفداء. أرض بالسماء عطشاء إلى فيض النماء، نترقب الفجر الندي يطل كي يروي الظماء. شوق المحب إلى الحبيب فهل أتى فمن أي قبيلة هي؟ لم أعرف بعد. ألم يخبرك دعثور أين أسروها؟ على مشارف تبوك من أرض قضاعة. قضاعة؟ إنها على مسيرة أيام وليال. ما يحيرني أن قضاعة من أحلافنا، وليس بيننا وبينهم ثارات ولا دماء. ودرار ليس صعلوكا ولا قاطع طريق، ولا في حاجة للإغارة والغنائم، فهو من أغنى أغنياء. ترك الغنائم والسبايا والأسرى لمن كان معه من الصعاليك، واكتفى بالأسيرة العروس. العروس؟ أهي كانت عروسا في اللئيم دعثور لم يزد عما أخبرتك شيئا. إن وراءهما سرا لابد لي أن أعرفه. سأعرف عنها كل شيء. لقد أخبرتك عن نفسي، فأخبريني عنه. من هو؟ وأين أنا؟ عجبا، ألم تعرفي من هو؟ كلا. فمن هو؟ سلمى، لقد رجع.
انتظري. من هو؟ ما اسمه؟ وأين أنا؟ اسأليه. حذاري أن يذكر أحدكم اسمي أمامها حتى آذن لكم. أمرك يا مولاي. انصرفوا. أريد أن أغتسل. والطيب والثياب في انتظاري مولاي. أيتها اللعينة، لو أنك أتيت لي بالولد لأعتقتك وتزوجتك زواج الحرة. ادعوا الآلهة. الآلهة، لكم دعوتها ورجوتها وذبحت تحت أقدامها، ولكنها صماء لا تسمع ولا ترى. متى تبعثوها ذميمة، وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي. وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئمي. ألا حييت يا زهير يا ابن أبي سلمى؟ أسمعتم يا قوم وصفا للحرب أصدق مما وصفها به ذلك الفحل يا ابن نويرة؟ أصدق منه قول القائل: الحرب أول ما تكون فنسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للثم والتقبيل. ألا قتلته الجن ذلك الشاعر؟ ما أبشع وأقبح ما صور وما وصف عندك من وصفها يا نهار. الحرب مرة المذاق إذا كشفت عن ساق، أولها شقاق وأوسطها اختناق وآخرها فراق بلا تلاق، وحصادها الكبار الأهل والرفاق، وشررها يأكل من حضرموت. أسمعت يا ضيفنا يا أخ شيبان؟ ليتني كنت أصم فلم أسمع، وأبكم فلم أتكلم، وقعيدا لم آتكم. اجلس اجلس يا ضيفنا. يا غلام. مولاي. رابي في رحلي يا مسيلمة. لا تغضب يا هانئ، فقد جئتنا في أمر عظيم، ولك فيما وراء الحيرة أصهار وقرابة في ديار بني تغلب. أم نسيت أن أبا ربيعة زوج لامرأة تميمية بين قومنا؟ سترى أنه أول من يقاتلكم منها يا بني قومها. ربيعة أيها الفارس الحبيب، ما سمعتها منك إلا اليوم يا سجاح. لحظة الوداع تنطق اللسان بما في الحنايا، وما يمنعه الخوف من أن يذاع.
سجاح يا أجمل النساء. كيف لا أخاف يا سيد بني تغلب وفارس الديار، وما مثلك في المشرق أو في المغرب، وإنها الحرب. أتسمينها حربا؟ إنما هي صولة وجولة. بل هي عرش ودولة. دولة؟ أجل دولة. جلس على عرشها إياس الطائي بعد أن دبر للنعمان ما دبر، وأنت أحق بعرش الحيرة. ما لنا ولعرش الحيرة يا سجاح. وأخشى أن نصبح خدما للغالب منهما. ما أعجب ما أسمع. أما قلت لك إن لحظة الوداع تنطق اللسان بما يمنعه الخوف أن يذاع. تكلمي يا سجاح. أخبرني أنت، لماذا تخرج إلى تلك الحرب؟ عونا لإياس ملك الحيرة كي يسترد ودائع النعمان من هانئ سيد شيبان. ما أعلم أن الغالب منهما سيملك ما تحت قدميك وينزع ما بين يديك. من ذا يجرؤ على هذا يا سجاح؟ الشيباني يطمع في، وقد خطبني قبلك فرددته وأبيت. ماذا؟ والطائي يرغب في، وما أرسل إليك إلا ليقضي عليك ويأخذني عنوه. سيدي بني ربيعة وتغلب. ويح إياس، لماذا لم تخبريني بهذا من قبل؟ ويلي وويحي من لحظة الوداع، فكت عقال اللسان عما لا يذاع. لأقتلنهما بضربة سيف واحدة، الطائي والشيباني. لا تخرج يا ربيعة. فداؤك نفس يا سجاح. أخشى أن تجرح يا حبيب سجاح. دمي فداؤك يا أميرتي. كل دمائهم لا تعدل قطرة من دمك يا أميري ومليكي وملك الحيرة وبلاد العرب كلها، يمنها وشامها وعراقها. دعواتك لي بالنصر يا سجاح. خذ حذرك من فرسان البادية. أقبل ولا تدبر، أقدم تغلب يا فارس. وعرش الحيرة قبلهم. وعرش الحيرة يا ملكة الحيرة. ليتني أخرج معك، لا لأقاتل ولكن لأغني لك مثلما تغني نساء الفرسان في الميدان. إن تقبل أعانق عناق غير نامق، أو تدبر أفارق فراق غير وامق. والعناق. الرب معك والنصر لك. آمين. باركها واقبل عتيرتها، واسمع ما في سريرتها، وأنجز لها طلبتها وأحرق. ماذا؟ يسألك ما اسم الفتى. يسألني؟ ألا يعلم؟ يعلم يا ابنتي، يعلم، ولكنه أنت أن تصرحي باسمه أو صفته. صفته فارس مغوار، على متن جواده جرار، وليس بذي عيال. واسمه درار؟ نعم، إنه درار. لن تمضي بضع ليال أو بعض نهار إلا ويأتيك خاطبا
انصرفي يا بنيتي، انصرفي، فلن يطول بك الانتظار. عمت مساء يا قطن. ماذا في صدرك؟ ماذا تنتظر؟ اقتلني، اقتلني يا فارس قومه. فارس قومه لا يقتل امرأة، بل يخطفها. يا للشجاعة، ماذا تريد مني؟ ما ظنك بما أريد منك؟ ما يريد الذئب من الشاه. فإن كان تخما شبعان وفي الشياه وكلها أسمن منك وأشهى، فما حاجته لعجفاء هزيلة؟ ليذل راعيها ومالكها وكلبها يا بنت مالك. وتعرف أبي وقومي؟ أين كلب حراستك الذي فضلت خطبة؟ وأنا الفحل الذي لا يجدع عضه. من أنت؟ ألم أخطبك؟ فزعم أبوك أنك خطبت لابن عمك، فكيف زوجك للقضاعي؟ كان رغما عني. كم دفع لك القضاعي مهرا؟ لا أدري. لا تدرين. أما ساق إليكم 20 بعيرا أعجف؟ عجبا. فأين هي من 100 ناقة سقتها إليكم هدية وتقدمة للخطبة؟ فأنت ضرار بن الأزور. رددتم خطبتي ورجالي مطرودين، وما رددتم هديتي. فما منعك أن تقدم بنفسك؟ يا لك من حمقاء! أكنت تريدينني أن أطرد حتى أفتك قبل أن... ما رددنا خطبتك إلا لما علمنا من أمرك مع نسائك. ماذا علمتم من أمري؟ أنك تقتلهن أو تطلقهن إذا ماذا؟ إذا ولدت لك إحداهن بنتا. ما هذا الهراء الذي أسمع؟ من زعم هذا؟ خبر بلغنا فرددنا رجالك وخطبتك. أنا في داري، وغدا تعلمين عندما تلدين. لا تقهرني يا سيد قومك، ولا تكرهني على العيش ذليلة. أطلق سراحي وحسبك ما فعلت. محال! فابن الأزور يسبق بالمعروف ويبذل كل ما يملك فداء لما يريد، فإذا ما منع أو خدع فهو الإعصار المدمر. اطلاع دور السبايا والأرامل والثكالى واليتامى. عد إلى صوابك أيها الفارس وأطلق سراحي، ولك العهد ألا أكشف أمرك أو أخبر أحدا أني كنت أسيرتك. لتعودي إلى كبشك الأبرص أيتها الشاة العجفاء اللئيمة. أقسم إني أبغضه ولن أكون له. عجبا!
وتكرهين زوجك القتيل وتردين خطبتي، فمن ذا تريدين؟ كنت أريدك زوجا لا سيدا، خاطبا لا خاطفا، قادرا لا غادرا. كفى كفى، فكلامك أكذب من دموعك. أطلق سراحي يا مولاي، أطلق سراحي. هيهات هيهات يا حلوة بني مرة، هيهات. سهية بنت مالك المري؟ أجل يا مولاي، أخبرتني خادمتها بذلك. اذهب يا دعثور وحذاري أن تخبر أحدا بما مولاي. هل علمت من هي ومن قومها؟ المرأة التي أفسدت عليه خطبتها. المرية؟ لولا تدبيرك ما ردوا خطبته، وما دفعه طيشه إلى تلك الحماقة التي لا ندري عقباها ولا ندري مداها، إلا حربا تأكل الأخضر واليابس. فبنو مرة أحلاف وأصهار لبني عبس وذبيان، ولن يناموا عن ثأرهم. خطبها فردوا خطبته، فتعقبها وطاردها ثم اختطفها. ترى من تكون تلك المرأة التي يركب الخطر من أجلها؟ وأي خطر؟ إنها من قوم تحاربوا فيما بينهم وتقاتلوا وتفانوا من أجل فرس سبقت، فما بالهم بإطلاق سراحها لترجع إلى قومها قبل أن يصلهم خبرها. أصبح زمام الفرس الجموح في قبضة يدي. زيد يا زيد، لبيك يا بنت العم، ماذا تريدين؟ أن تحرص حتى لا تتعثر، فقد تسقط على حجر يصرعك. أتخشين علي يا بنت العم؟ خشية الأخت على أخيها. أولست بمنزلة أخي ضرار؟ صدقت. انتظر، استظل حتى تميل الشمس. الغنم والإبل قد يشرد إحداها أو يغير عليها وحش. فماذا تفعل؟ ما تعلمين عني. ما سطى ذئب على أنعامنا إلا أرضيته بسهم. فما بالك بمن يسطو على حرمات الناس؟ ليس له إلا القتل. ولو كان ضرارا؟ ضرار؟ ابن العم؟ ليس هذا من شيمته يا خولة، إنه فارس شهم ذو مروءة وسيد من علية سادات القبائل. لقد سقط بما ليس فيه، ولا تسمعي لوشاية أحد. ما سمعت يا زيد، بل رأيت، ولن أنساها له حتى يطلق سراحها ويصالح أهلها على ديات القتلى. هذا إذا ارتضوا، ولا أظنهم يرتضون، وإني لأحس نذير حرب شعواء بيننا وبين بني قومها. الخادمة التي يزعم أنه اشتراها؟ أتظنه اشتراها يا زيد، أم أغار عليها وسباها؟ في جبل سلمى مربد ذئاب الصحراء. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربد المستأسد الحامي. لو صبرت حتى أرجع من سفري وأخرج في رجالي
نحمي قافلة ابنتك حتى نبلغ بها ديار زوجها. ما طمع فيها ذئاب الطريق. كفى! ما خرجت في أثرها إلا لكي تصنع ما صنعه الصعاليك، ولكنهم سبقوك إليها. ما صنعت هذا إلا غضبا من غدرك بي يا عمه. كن أشد غضبا للغدر بنا والانتهاك عرضنا. اجمع رجالنا وأحلافنا واخرج وابحث عنها في شعاب الجبل، فإن ظفرت بها فهي زوجك، ولا تقاتلن أحدا إلا من كانت في حوزته. أمرتك ألا تخرجي من باب الدار. هيا عودي إلى الدار. انهضي. لم يبقى إلا أن تجلدني. سأفعل إذا خرجت من باب الدار خطوة واحدة. أكمل. انتظري، لا تذهبي وحدك. زيد، ما الخبر؟ أنت أيها الأحمق. ماذا؟ انتشر بالرجال حول الوادي، واجعل كل واحد منهم راصدا في جهة، ولا تخرج بالأنعام قبل الشمس، وعد بها قبل غروبها. عودة من الحرب. وكأنك تخشى إغارة أو هجوما يا ابن العم. أجل يا ابن العم، ومن حيث لا تدري. يؤتى الخلي من مأمنه يا شيخ قضاعة. أيذهب دم ولدي هدرا؟ كلا، أنا كفيل بدية ولدك وقتلاكم وما فقدت. ونحن في دارك يا أبا عوف. دم ولدي لا يعدله آلاف الرقاب يا سيد قومك. وما أصنع لكم؟ ها هي رقبتي، فاقتصوا مني إن شئتم. نحن فداؤك يا سيد قومنا. حاشاك يا سيد العرب، رقابنا دون هامتك يا ذا اليد البيضاء على سائر القبائل. لقد أعذرتم فينا وبرئت ذمتكم من دم ولدنا. لئن برئت ذمتنا من دم ولدكم فما برئ، ولن نرى حتى نطلق سراح ابنتي ممن سباها. لا تكفوا عن البحث والطلب، وكذلك نحن، وأي أرض آوتها سأجعلن ديارها نارا بحرب تصبح حديث الناس على مر الزمن. سحقا للحرب، أما آن لظهور الخيل العادية أن تريح وتستريح. وما شأنك بها يا مولاتي؟ عروس دخلت ديارنا، ألا يجب علي أن أرحب بها وأهنئها؟ ليس في دارنا عروس. مرحبا بالعروس في بني أسد ودار فارس بني أسد. حرة كريمة أم خادمة لئيمة؟ ما أقساك يا سلمى، ولكني لا ألومك، فهذا شأن الضرائر إذا كنا حرائر. رب خادمة كانت سيدة نساء قومها حتى غلبوا. عجبا، ما ظننت أن الخادمات ينطقن بالحكمة أو يصبحن من ربات الخدور. فأخبرني
أني أريد شراء الخادمة الجديدة الأسيرة. سأدفع فيها ناقة وعنزة. مولاي لا يستطيع الاستغناء عن تلك الخادمة. سرعان ما يزهد فيها ويهبها لأحد غلمانه، فتلك عادته وعادة غيره من السادة. سأخبره بما قلت. أخبريني يا سلمى، ألم تحملي بعد؟ أيديني وسأعطيك أجرك ناقة وعنزا. ويحك أيتها الخادمة، لسوف تصبحين خادمة لي أنت وكل من في هذه الدار من الخادمات. لا عليك مما سمعت. مريضة تبحث عن زوج ولو كان بثمن. لقد جاءت لتراك فهي تغار على مولاي. أكلت الغيرة صدرها عندما رأتك. أختاه سلمى، ساعديني على الخلاص. ويحك، ماذا تقولين؟ أنقذيني من هذا الذل. سهية، اهدئي حتى أتدبر الأمر. بورك فيك يا أولادك، إنما أنا أختك وأنت ضيفتي وفي دارك. فاتركيني أرحل بلا زاد ولا راحلة ولا أحد. أريد أن أتنسم هواء بلادي وريح دياري، وأغفو بين يدي أبي وأمي وأخواتي. لقد وعدتك يا سهية، فاصبري حتى أتدبر الأمر، فإن أخي صلب الرأي شديد العناد، لا تصلح معه إلا الحيلة، فدعيني أحتل عليه ليطلق أمرا، فهي أخته الوحيدة وهي في منزلة ابنته. رباها ودللها حتى صارت فارسة تقهر فرسان بني أسد. إذن سأرحل غدا. قلت لك اصبري. عليك أن تساعديها يا سهية. كيف؟ أن تكوني أكثر لينا وامتثالا لمولاي. أظهري له بعض. تطلبين مني ما لا أطيق. كيف أظهر الحب لمن قهرني وأذلني وأبدلني بثياب العز ثياب الذل، وبأساور الفرح سلاسل الحزن؟ كيف أميل لمن أخذني عنوة بسيف البطش والقوة؟ أنا خارج للقتال في ذي قار. أتعرف أين هي؟ عين ماء في ديار شيبان يا مولاي. النفط الأسود يا مولاي. يطلى به البعير الأجرب مثلك. لكني لن أكتفي بطلاء وجهك هذا، بل سأجعله تنورا لمثل نارك هذه، وأشويك فوقه كما يشوى يربوع ميت. ولكن ماذا جنيت يا مولاي؟ ليس لما جنيت، ولكن لما إذا ما خدعك الطيش والغدر وسولت لك نفسك أنت أو أي ذئب من هؤلاء أن تقتربوا من الحمى وأنا غائب. نحن حماته وحراسه يا مولاي. ذلك ظني بك. ثق من هذا يا مولاي. اسمع، بث رجالك حول الحمى في كل درب وشعب ومسلك، فربما يتتبع عائلة نهوبة أو امرأة مسلوبة. لن يدنو منها ذو قدم أو ظلف أو حافر أو جناح يا أبا الأزهر. تخففت فناديتني بكنيتي.
لا بأس يا أبا الأعور. ألا من كنية غير هذه يا مولاي؟ إن عيني أحد من عيني الصقر. أرجو ألا أحرمك منهما ومن أذنيك وفكيك إذا ما خرج أي خبر تصل. أمرك يا مولاي. أين جاريتك؟ رهن إشارتك يا مولاي. أنت يا سعد أيتها الأفعى. أفعى؟ أو قد لدغتك؟ ما رأيت أشد منها منعة ولؤما يا مولاي. إذا لي أن أبيعها ولو بنصف دينار. سأشتريها ب100 دينار. 100 دينار؟ هل أرسلها إلى دارك يا مولاي؟ بل استبقها عندك حتى أرجع من القتال يا أحمق. أمرك يا مولاي. إذا تعرض لك هو أو غيره فأخبريني عندما أرجع. أطلق سراحي يا مولاي. اصبري حتى أرجع. ضاعت بنيتي. تبا للفقر والضعف وسحقا للقوة والبطش. شهران مضيا وأنا أبحث عنها. لم أترك شعبا ولا واديا ولا دربا ولا جحرا. سألت كل عابر وكل نازل مقيم. لكأن جوارح الطير تخطفتها. ليتها تكون قد هلكت وأكلتها الضواري، حتى لا أقضي العمر كله أحمل العار. لو أنها هلكت، ولكن ما دمنا لم نتأكد من موتها فقد تكون على قيد الحياة في أسر خاطفها، ومن العار علينا أن ننام عن عرضنا وشرفنا. يئس الرجال وانفضوا. لو لم يبق في القبيلة رجل واحد يغار على عرضه إلا أنا لخرجت على قدمي باحثا عنها حتى أجدها أو أهلك. لن أكف عن البحث عنها طولا وعرضا حتى أجدها أو أتيقن من موتها. أين المفر؟ لا فرار يا خادمة ضرار.
من ذي قار حيث مهلك العرب. اجعل معسكرنا عند عين الماء لنمنعهم من وروده يا ملك الحيرة، فالظمأ سيقتلهم. أحيطوا بعين الماء من كل صوب وامنعوهم حتى يتساقطوا تساقط الفراش على النار. ما نزولنا ها هنا يا أبا ربيعة؟ حتى نعرف أخبارهم وأعدادهم ومنازلهم. لابد أن ينزلوا على الماء. سنرى عندما يرجع وكيع. ما وراءك يا وكيع؟ حشود القبائل تتوالى خلف ابن هانئ، وإياس الطائي ملك الحيرة يعسكر على مرحلة من عين الماء. ما رأيك يا زياد؟ وكيع، هل رأيت بين رجال ابن هانئ بعض بني تميم؟ أجل، وعليهم مالك بن نويرة اليربوعي. يا للعار، أنحارب أحلافنا؟ أي حلف بيننا وبين تميم؟ الصهر أشد من الحلف يا وكيع. أليس كذلك يا صهر بني تميم، يا زوج سجاح التميمية؟ زياد، لست بأحرص مني على أسهاري. ذاك صهر بعيد ونسب قطيع منذ أمد مديد. خرج الجد سجاح خليعا طريدا حتى آويناه بيننا. لا أقاتل تميميا. لا عليك يا ابن العم. هل خرجت بنو عامر؟ أجل، وعلى رأسهم الطفيل بن عامر. لا أقاتل عامريا. هل منكم من يريد أن يتعلل وينصرف؟ يا ابن العم، لو لم يثبت معك إلا رجل واحد فهو أنا يا ابن العم. بورك فيك يا ابن مالك، فما جئت إلا لإياس الطائي ملك الحيرة والشيباني الطامع في مجد لا يحرزه إلا رجال. نحن رجالك يا أبا ربيعة. فما خطتك؟ الترقب. إلى متى؟ حتى يحتدم القتال وتدور الدائرة. على من؟ على أيهما. فإذا هزم إياس وقتل، نزلنا الميدان وأجهزنا على الشيباني. وإذا هزم الشيباني؟ في سهامنا منايا وحتوف لمن لم تحصده السيوف. وأولهم إياس الذي استولى على عرش أنت أحق به منه. وذاك يا وزيرنا وكيع. وأنت يا زياد، يا عاملنا على تلك الأرض من ساحل حضرموت حتى حدود ديارنا على مشارف أرمينية. ارجع يا فارس بني أسد، حسبنا هذا ليعلم الناس أن العربي لا يذل له جار. مولاتي، ماذا بك؟ رؤيا فظيعة رأيتها لي ولمولاك ربيع.
صعد الناس من نار لمكرمة إلا اصطلينا وكنا موقد النار وما يعدون من يوم من يوم بذي قار جينا بأسلابهم والخيل عابسة لما قهرنا لكسرى كل أسوار هذا ضرار الفتى ليث بلا ذنب هذا ضرار الفتى ليث بلا ذنب ليث بلا ذنب تركت لك الذنب والذيل أكبر وأفحمتني وألجمتني فنسيت يا فارس العرب المغوار ويا أسد ذي قار دثور لبيك يا ليث بني أسد ووحش ذي قار خفاه ماذا؟ خفاه ما لك وللشعر يا أكل القرابين أقسم ما هو بشعري حتى الشعر هذا يوم نقشته أسنة الرماح على صخر الزمن يا أبا الأزور يا فارس بني أسد. الفخر والشرف والمجد التليد لهانئ الشيباني فقد حمى جاره وأعز جواره وضحى بنفسه فداء لمن استجاره وصان عرضه وذمته فحق علينا أن ننصره ونذود عن أعراضه. أيها اللئيم الخائن ما أكذبك ويحك يا لئيمة قتلتم سيدكم وجئتم تهنئونني. لا تتهمي رجالك وأقرب الناس إليك بالغدر يا سجاح يا بنت الخال. فمن قتله يا وكيع؟ في الحرب لا يعرف من قتل من. مثل ربيعة لا يقتله رجل إلا افتخر بقتله على الملأ، فمن ذا سمعتموه يفخر بقتل إلا ما يفخر به الفرسان ويرتجزونه من قول. أي سيوف كانت أقرب إليه يا جبناء؟ أظن أنها سيوف بني أسد. ومن صاحب لوائهم؟ رجل اسمه ضرار. أريده حيا لأقتله ذلا. النجدة الغوث أغيثوا ضيفكم يا قوم. النجدة الغوث ضيف مثلك إكرامه النجدة الغوث. أتؤذي ضيفنا يا لئيم؟ ماذا فعل حتى تريد أن تقتله؟ اقطع رأس هذا المعتوه. ماذا فعل يا دويبة؟ لم أفعل شيئا غير أنه سألني فأجبت. عما سألك؟ لا تنطق بكلمة أمام هؤلاء الناس. هيا اذهبوا انصرفوا انصرفوا. بل انتظروا. تصرفهم قبل أن يعلموا خبره. اصرفهم حتى لا يسمعوا أكاذيبه. انطق يا رجل. ماذا قلت له من خبر كاد يقتلك من أجله؟ يا سيد قومي، لقد سألني من أين أتيت فقلت من مكة، فسألني ماذا وراءك فقلت الخير لمن سمع وصدق والشر لمن كذب وأعرض. أفصح يا رجل، ما ذاك الخير الشر والشر الخير؟ لقد ظهر، صدقت البشارة، وإنه هو بصفته وزمانه ومكانه ولب دعوته. ظهر النبي المنتظر، نبي هذا الزمان، محمد بن عبد الله. ظننتك نذير حرب وإغارة. يا سيد قومه، لقد استجرت بك، فلا تسلمني لهذا الوحش. لقد علم أنك في جواري، فطب نفسا وقل ما شئت.
بورك فيك يا ولدي. ما اسمك؟ عندما يفرغ من حديثه فليأتني أحدكم به. هل انتظرت لتسمع حديث ذلك الرجل؟ لا، حديث الكهانة والخرافة لا يروقني، فاسمع منه أنت، فقد يفيدك ويزيدك كهانة وشعوذة. ما هو بحديث كهانة ولا خرافة يا سيد قومه، إنه الحق ورب السماء، وطوبى لمن صدقه ونصره. ففيما يصدق وعلى ما ينصر؟ يصدق وإنه لصادق، الرب واحد أحد، وينصر وإنه لمنتصر في دعوته إلى الحق والعدل والأمن والسلم والرحمة بالضعفاء. لا مكان لهذا الرجل في أرضنا، اطردوه قبل أن أقتله. عجبا لك، وما سمعتني أجيره؟ فكف لسانك ويدك عنه، وليقم حيث يشاء، وليفعل ما يريد، وليرحل وقت ما يطيب له الرحيل. الليلة أرحل يا ولدي، فإن بالشام من يترقب عودتي بخبر النبي، ولعل خبره يسبق قبل أن أهلك. يا غلام! لبيك يا مولاي. هذا ضيفنا فليبت عندنا الليلة، وإذا ما أراد الرحيل فليرحل مع الشمس، وأعد له راحلة وزادا يكفيه الطريق. بورك فيكم وهداكم إلى ما دعاكم. ما قولك فيما سمعت من ذلك الرجل؟ ما سمعنا إلا رجلا خريفا يهذي ويسخر من معتقداتنا، وذلك دأب أصحاب المسوح والقلانس من أصحاب الصوامع. لا، فإنه يزعم أن مكة انشطرت شطرين، شطر يصدق الرجل المتنبئ والآخر يكذبه. لو كان صادقا لصدقوه كلهم، ولو كان كاذبا لكذبوه كلهم. ما رأى كمن سمع. لا بد لي من الرحيل إلى مكة للوقوف على جلية الأمر ويقين الخبر. هل أتيت معي يا ضرار؟ لا يتكبد مشقة السفر إلا ذو مطلب وحاجة، وما لي فيما سمعت من مطلب ولا حاجة. صرفتك العروس عن نصرة معتقداتنا يا فارس بني أسد. أية عروس تعني يا حكيم بني أسد؟ ما ظننتك بهذا الطيش وتلك الغفلة. إن الراعي لا يتبع أثر بعيره حتى يصل إلى سارقه، فما بالك بامرأة حرة ومن أية قبيلة؟ من بني مرة، تسبى في موكب عرسها. وإلى أين؟ إلى قضاع. أتظنهم تاركوك؟ أطلق سراحها قبل أن يحيطوا بك، فلن ينصرك أحد من قومك يا فارس بني أسد وذي قهر. قد حقيقة خبرها، فلو ذاع ذلك الخبر وانتشر. لا تتواعد صهرك وسيفك وصاحبك، لكني أنصحك أطلق سراحها، ففي إطلاق السراح بعض السلامة، والسلامة إحدى الغنيمتين. يا صهر أيها الفارس الأسدي، انصح نفسك أنت وكف عن وهم المصاهرة، فلن تكون لي صهرا ما حييت. وضدت شرفا لست له أهلا، فارتقب ذلا ما حييت. ما باله يشمخ بأنفه ويأنف من مصاهرتك يا سيد قومنا؟ أمثلك يرد يا حكيم بني أسد؟ ويح ضرار، ويح ضرار! ألا يعلم أن رد الخاطب من غير علة عار لا يمحوه إلا الدم؟ ورب الكعبة، لو لم يكن من بني قومي لرميته بنفس السهم الذي رمى به بني مرة. وما شأن بني مرة؟ شأن عقباه مرة، ولن يجني وحده شرا.